السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، مرحبا بكم كامل غادياتي اللي دخلتوا لقناتي. نقول لكم اهلا وسهلا بكم، نورتوني. انا نقول لك حبيبتي خلص لك الكاطو تاع العيد راكي حابه اسهل واسرع وابان والذ وصفه تاع كاطو. هذه هي حبيبتي، سورتو اذا راكي تحوسي على الاقتصاد، هذه حتكون رقم واحد. انا نقول لك حبيبتي ما تنساش باش تحطي لي جيم لهذا الفيديو، ربي يعطيك واش راكي متمنيه، ونبداو بسم الله. عندي زوج حبات تاع بيض، رايحه نحط معاهم هنا كيما راكم تشوفوا البنات كاس غير ربع تاع سكر عادي. اخدموا بالسكر العادي تعطيكم نتيجه رائعه هذه الوصفه. قطو بزاف 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 بنين، سهل في طريقه التحضير، ويخرج لكم كميه ما شاء الله، لا طابع لا تعب لا شقى لا والو. هنا اهم حاجه البنات لازم تخلطوا مليح مليح البيض مع السكر باش يذوب لكم ويعطيكم نتيجه رائعه. من بعد رايحه نحط لافاني، رشه الملح ضروريه، يعني زدت خلطتهم مليح باش هذاك الملح يذوب لي. من بعد رايحه نحط شويه قشور تاع القارص، الا عندكم ديروها، ما عندكمش تقدروا ديروا غير لافاني. قشور القارص يمدوا واحد النسمه رائعه. هكذا انا كان عندي في الكونجيلاتور، زدت كرفشت منه غير شويه باش يزرب لي بالخف يذوب. من بعد رايحه ندير كاس ناقص اصبع تاع زيت، هاوليك يعني شوفوا على حسب واش راني دايره انا في الكاس وديروا، ونزيد نخلط. صدقوني البنات هذا الكاطو على قد ما هو خفيف وبنين وسهل في طريقه التحضير، ما عنديش واش نوصف لكم البنه اللي فيه. هكذا خلطتهم مليح مليح. دوك خلاص رايحه نحي هذا الخلاط ونعاود نجمع بالفارينه. عندي الكاس الاول تاع الفارينه والثاني نحط معاهم كيس تاع خميره الحلويات، ونبدا نجمع في العجينه. انا هاد العجينه دات لي 3 كيسان تاع فارينه. اكيد العجينه باش تنجح لكم ما نعجنوهاش. جيت راح نقول لكم العجينه اذا حبيتوها تنجح عجنوها باش تولي مطلوع. هاني نقول لكم البنات نزيد ناكد لكم لازم طموا فقط ما تعجنوش. انا هنا البنات نكمل الكاس الثالث كامل، خذت لي 3 كيسان، نلايمها نجمعها ونرجع باش نشكلوها بطريقه سهله بسيطه. هنا رايحه انا قلت لكم بلي كملتو كامل، خلاص نجمعها برك. ها هي العجينه اللي تحصلت عليها، عجينه رائعه خفيفه ما تطلق لا زيت لا والو. ها البنات هايله، خدموا بها واش راكم حابين. جيت هنا على طاوله العمل ندير شويه برك تاع فارينه، وناخذ كميه من هاد العجينه وندير لها شكل بسيط. على بالي راكم مسروعين من الكاطو تاع العيد تاع الطبيع، حبيت لكم هاد المره حاجه سهله. هكذا شكلتها، دوك نجي باش نقطعها، ورايحه نقطعها البنات مثلثات. شوفوا كيفاش بالموس، مره نقطعها هكذا ومره هكذا، نتحصل على مثلثات كيما كنا نديرو نخبز زمان. هكذا فوالا. ونجي باش نحطها في سنيوه. انا السنيوه راني مفرشت لها ورق الطهي، الا ما عندكمش ديروا شويه تاع فارينه وخدموا عادي جدا. واكيد انا كي نبدا نخدم لكم الوصفه نشعل الفور باش غير نشكلها، نصيبو سخون، ندخل الكاطو يطيب لي من تحت ياخذ لي لون ذهبي، نزيد نشعلو من الفوق ينشف فقط ويدي لون خفيف، ومن بعد نطفي عليه نخليه يبرد ونجي باش نديرلو التزيين. ها اللي كان وريته لكم. فوالا عندي هنا 200 غرام تاع شوكولا، كنت درت لها البنات 2 ملاعق كبار تاع زيت وذوبتها في حمام مائي، رايحه نخدم بها. بالنسبه هنا اللي ما عندهمش الشوكولا تقدروا ديروه في المعجون وديروه في لانوات كوكو. برك المعجون اذا درتوه البنات ديروا له كل ملعقه تاع معجون ديروا لها
نصف ملعقة تاع ماء الزهر. يعني اذا درتو 2 ملاعق كبار تاع معجون ديروا لهم ملعقة كبيرة تاع ماء الزهر، دفوهم شوية وروحوا غطسوا الكاطو تاعكم لداخل ورمدوه. حبيتو في نوات كوكو في الكاوكاو، هنا كل وحده واش تحب. انا طاحت لي هاد الحبه وقولوا لي لازم 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 حبه الكاطو طيح كي تكونوا ديروا في الكلاصاج تاع الشوكولا. تعرفوا هذيك تاع طيحي طاحت هكذاك هاد الكاطو. فوالا البنات نكملهم. بالنسبه للتزيين رايحه ندير لهم خطوط بسيطه جدا، نتوما لما حبيتوش ديروهم تقدروا ما ديروهمش. هنا برك عاود تاكدت لكم البنات هذوك الشقوق كي تشوفوهم هكذا في الحبه تاع الكاطو تاع الزيت عادي جدا. في عجينه المارغرين صح تخافوها، بصح في عجينه الزيت كي تتشقق هكاك اللي تكون ناجحه. درت لهم خطوط بهذه الطريقه. وقولوا لي البنات كاطو كيما هذا واش يجي معاه من غير قهوه حليب ولا قهوه كحله؟ كل وحده واش تحب. انا من عشاق قهوه حليب، وما تحلى القهوه غير مع قهوه اروما اللي تجي بنينه وعندها ريحه رائعه وتجي قاطعه البنات، وريحتها ما عندي ما نقولكم، ريحه القهوه تاع الزمان. رايحه ندير هنا براس تاع قهوه نخليها تطلع الله الله، ونوجد لكم سنيوه تاع الكاطو تشوفوها كيفاش خرجت من اروع ما يكون. فوالا البنات هكا نعمر فيها براس الله الله، نحطها طيب، تسخن شويه تاع حليب وندير قهوه حليب تقعد الراس. الكاطو كيما هذا ما يوالم معاه غير قهوه اروما. انا نكمل البنات خدمتي تاع القهوه ونكمل خدمتي تاع الكاطو التزيين ونجزو باش نوريه لكم. فوالا البنات هاوليك الكاطو تاعنا بعد ما طيبناه ودرنا له التزيين ودرتو في كيسات جا من اروع ما يكون. وشوفوا لي بسم الله ما شاء الله، يعني حطيته هنا واللي هاكو تشوفوا هنا في السنيوه هكذا نستنى في القهوه طيب باش قلت لكم ندير قهوه حليب الله الله على قانيها. هاي لك بعد ما طابت شوفوا كيفاش تجي عاقده بنينه البنات، واكدوا لي على الريحه من اروع ما يكون. انا هنايا حبيت نقرب لكم حبه باش تشوفوا الكاطو كيفاش يجي ونزيد نقسمه لكم. شوفوا لي هذيك الطراوه وهذيك البنه ما عندي ما نوصف فيه. الكاطو تاع الزيت البنات كيبات يزيد يولي رائع. هذه هي غاليتي وصفتنا لنهار اليوم. نتمنى من كل قلبي انكم تجربوا هذا الكاطو، صدقوني من اروع والذ انواع الكاطو اللي ديروهم. نتلاقى بكم في فيديو جاي ان شاء الله غاليتي. ما تنسوش هذا الفيديو باش تدعموه بجام، اشتراك في القناه، بارطاجيه مع العائله والاصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته غالياتي. في فيديو جاي ان شاء الله ما تنساش باش تبارطاجي هاد الفيديو مع هذيك اللي تحب الكاطو، قولي لها هذا اسهل وابن كاطو نضيف جديه.